اهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كيكه الزبادي بطريقه سهله جدا وجميله، اقتصاديه جدا جدا، متوفره عندنا في البيت، مش هنجيب اي حاجه من بره. زي ما حضراتكم شايفين اللون، القوام، الطعم، الريحه. كملي معايا الفيديو للنهايه علشان تستفيدي النهارده. كيكه جميله جدا زي ما حضراتكم شايفين، شكلها جميل جدا، المسام بتاعتها مفتحه مش مكتومه، حاجة جميلة جدا. لو أول مرة تشوفيني على القناة، أنا مروة عبد الغني. اعملي لي لايك وشير وفعلي زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. نبدأ مع بعض بالمكونات. أول حاجة أنا جايبة كوبايتين من الدقيق المنخول متعدد الاستخدامات، معايا كوباية من الزبادي 170 جرام، كوباية من السكر الحبيبات، نص كوباية من الزيت، معلقة من البيكنج باودر، كيس من الفانيليا، حبايتين من البيض، نص معلقة من بيكربونات الصوديوم. هننزل الأول بالبيضة الأولانية، نفتح البيضتين بعيد من بعض. ممكن الدنيا حر، ممكن واحدة فيهم تكون بايظة فالاتنين يفسدوا، لازم نفصلهم عن بعض. بعد كده هنزل بكوباية السكر، كوباية المعيارية بتاعتنا. هنضرب البيض كويس جدا هو والسكر. طبعا البيض لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة. نضربهم كويس جدا لحد الكثافة بتاعتهم ما تزيد، حجمهم يزيد، وكمان لون البيض والسكر يبقى ابيض كريمي زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بيزيد كل لما بنضرب فيه بيزيد. لو حضرتك عندك سكر بودرة مفيش اي مشكلة، بس السكر الحبيبات بيزود الكثافة معايا اكتر لان انا بضرب فيه كويس جدا لحد ما يدوب. بننزل بالفانيليا. انا دايما بحب اخلي الفانيليا بعد الكثافه ما تزيد واللون يتغير علشان احتفظ بطعم الفانيليا. هنضرب زي ما حضراتكم شايفين كويس جدا. هننزل بالزبادي بتاعتنا، نضرب الزبادي مع البيض والسكر، نضربهم طبعا كويس جدا. ننزل بعد كده بنص كوبايه من الزيت، ولازم يكون الزيت بتاعنا نضيف ما فيهوش ريحه. ممكن صني حلو جدا مع الكيكه ما فيهوش اي ريحه. هنقلبهم كويس ونضربهم كويس جدا بالمضرب الكهرباء، لو حضراتكم معاكم مضرب يدوي مفيش اي مشكلة. ده القوام المبدئيا للسوائل بتاعتنا، المواد السائلة. هنزل بعد كده بالدقيق بتاعي، كوبايتين الدقيق ما ننزلش بيهم كلهم مرة واحدة لان ممكن المكونات بتاعتنا ما تحتاجش الاتنين. ننزل حبة حبة وبعد كده نشوف محتاج تاني ولا لا. احنا كده بنقلبهم كويس جدا حركة دائرية مع بعض علشان الهواء ما يطلعش منهم. بنقلبهم كويس، بندمج المواد الجافة مع المواد السائلة في البداية كويس جدا، الحركة دائرية. ادي وصلنا للقوام المطلوب. طبعا الخلطة الحلوة بتاعتنا دي اللي هي معلقة البيكنج باودر مع بيكربونات الصوديوم مع معلقة كبيرة من الخل، ادي فارو وتكبت كمان زي ما حضراتكم شايفين. كده المواد دي كويسة جدا مش فاسدة. هننزل بيها على الكيكة بتاعتنا في النهاية. هي دي اللي بتديني القوام الاسفنجي، بتبقى المسام بتاعتها مفتوحة وحلوة جدا. بنجيب طاجن او صينية ألمونيا، اي صينية متوفرة عند حضرتك، ندهنها كويس بمعلقة من الزيت. لو حابة حضرتك تحط لها دقيق تعفريها بيه مفيش اي مشكلة، بس البايركس عامة مش بيلزق فيه الكيكة، فعلشان كده انا حطيت الزيت بس ونزلت باقي الكمية بتاعتي. زي ما حضراتكم شايفين هنديها خبطتين بالظبط على الرخامة، وبعد كده هدخل بيها على الفرن درجة حرارة مرتفعة في البداية، وبعد كده بنحاول ان احنا نوطيها وندخل الصينية بتاعتنا. طلعت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، المسام متفتحة جميلة جدا مرتفعة. طبعا انا حابة ان انا ازوقها بشوية من جوز الهند، كل واحد حسب ذوقه في التزيين. هي طبعا سخنة، انا مستنيتش عليها لما تبرد شوية. فادي القوام زي ما حضراتكم شايفين، طبعا قطني وفي نفس الوقت المسام متفتحة مش مكتومة ابدا. طريقة جميلة وسهلة وما اخدتش معايا وقت. طعمها جميل جدا، السكر بتاعها مظبوط. انا حطيت عليها مانجا، اللي متوفر عند حضرتك من فاكهة حابة تزيني بيه مفيش اي مشكلة. الشكل زي ما حضراتكم شايفين والطعم جميل جدا.
اعملي لي لايك وشير وفعلي زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. مع السلامة.